انت نمت يا ابني؟ عايز حاجه بابا؟ كنت عاوز اقول لك الدوري في متعوبه، الدوري في متعوبه. يعني لما محمد جمال يمشي نقول له خد هدومك وخد حاجتك واتكل على الله يمشي من نادي الزمالك. ما انا عاوزك تفهمني، انا مش عارف بصراحه ابدا منين، فعاوزك تقول لي رايك في الكومنتات. هل ماشي معتمد جمال عشان البهوات المتاحين؟ والله عاوز افهم. بس الزمالك النهارده بيقدم اداء خزعبلي من نهايه الشوط الاول لحد الدقيقه 90 في مباراه اقسم بالله جمهور الاتحاد ما ينفع اوعى زعلان. بكلمك بجد ومش هخاف من حد، ورايي من دماغي غير، وما بخافش من اي حد، ولا انا اطلع اقول كلام مرسل ولا انا بخاف من حد. بص يا سيدي، انت النهارده الزمالك خلاك في بدايه المباراه عمل ماتش كويس وكان بيقابل الاتحاد ند بند، وحط تحت الزاج ان عمل ماتش كويس دي في الشوط الاول، لان الاتحاد كان بيضغط من قدام خالص، وبيضغط باربع لعيبه من ضمنهم قفشه وعبد الرحمن مجدي ومن ضمنهم يوسف وحيد. الزمالك كان بيقدم اداء كويس، فجاه يحصل ايه بقى؟ فالزمالك بقى ولاعيبته ما عجبتوش اللي بيحصل ده، وجاي لك للفنان اللي خلى الزمالك مضغوط ضغطه ما يعلم بها الا ربنا. يعني اقعد ساعه محروق دم ليه؟ افهم بس، اقعد ساعه انا وراجل غلبان معتمد جمال ده على الخط محروق دم اللي خلفونا ليه؟ عشان خاطر البهوات بيتمرقعوا. اصل ملهاش لفظ تاني غير المرقعه، في لفظ تاني لك قدام. فانت ربنا كرمك وضغطت وجيت الهدف الاول عن طريق لعيب محترم جدا لما بيخش نص ملعب اسمه احمد فتوح، بيديك حلول هجوميه من كوره لمسه واللعبه، بيدي اسيست عالمي لناصر منسي اللي شابوه يا ابني وخلص فيك كل الكلام. وهقول لك انا خلصت كل الكلام في ناصر منسي ليه؟ لان الراجل ده انا عارف امكانياته مش اكبر حاجه، ما هوش اللعيب السوبر ستار اللي انت تستنى منه حاجه، لكن النهارده راجل بيقاتل بيسعى بيحاول، والجماعه كلهم نايمين مأنتخين. انا مش عارف اديها منين ولا اقول لك ايه بصراحه في اداء نادي الزمالك النهارده. المهم خلينا نمشيها واحده واحده. فلما جبت الجون ند بند مع الاتحاد، انت متحفظ ما انتش خايف برضه قوي، هجمات الاتحاد مش خاطئه عليك بنسبه كبيره زي في الشوط الثاني. طبعا انا بتكلم على اول الشوط الاول، فجبت الجول الاول واقف على رجليك ويحصل حاجه ترضي الاتحاد. هو صحيح مليون في الميه كوره تهور في وش بزيره بينطرد عليه الاتحاد، ربنا بيديك امل وبيقول لك يا عم العب والدنيا ماشيه زمالك في الخلاط والدنيا 100 100. يحصل ايه بقى؟ الزمالك والنقطه السلبيه في محمد شحاته بقى له اكتر من 100 ماتش. الكوره في رجليا بعدي واحد واتنين عندي 500 مكان امرر فيه الكوره، مليون حته اقدر اباصي فيها الكوره، وانا بختار ان اطول الكوره بايديا وامشي قدام فتنقطع مني فاعمل فاول. فانت النهارده والله حاسبي والله انا وكيل فيك يا شحاته. انا لو راجل مسؤول زي كابتن عبد الناصر محمد النهارده في نادي الزمالك هديله ايقاف مادي، انا مش عارف ايقاف مادي ازاي، بس هديله غرامه، لان الزمالك النهارده بسبب شحاته لبس ساعه او اقل من الساعه مضغوط ضغطه ما ينضغطهاش واحد داخل يتجوز، ما ينضغطهاش واحد داخل الجو. بامانه الله منك لله شحاته، والله زعلان منك قوي. يحصل كوره شحاته يستلم بيعدي فيه 3000 حته تقدر تباص فيها الكوره، شحاته بيعمل ايه بقى؟ بيطول الكوره بيخش لعيب الاتحاد بيعمل فاول ما يعملوش، اقسم بالله عيل صغير بياخد طرد مستحق. الطردين الاثنين مستحقين، مش هخاف من حد يالا ولا لك اصل الكوره طولت وكان بيحاول طرد. بص الكوره في انكل رجل اللاعب باينه خالص، فيلبس الزمالك الطرد، فمعتمد جمال ينحط في ورطه كبيره خالص. يا اما اهاجم يا اما احط واحد في نص الملعب واسحب مين؟ اسحب حد من الهجوم، فاقول لي زفت الطين الصخر الاتحاد انا فاتح لك دراعاتي خش وشوط فيها اللي انت عاوزه. وده اللي بيحصل ولا مش بيحصل؟ بضاعه خالص اهو. محتاجين الجمال والله ربنا يكون في عونه، اقسم بالله النهارده لو لعيبه الزمالك بتقول له احنا عايزين نمشوك، ما يبقى فيه استهتار من احمد ربيع كده، مش هيبقى فيه غباء من حسين عبد المجيد كده، مش هيبقى فيه استهتار من كل الفرقه، مش عاوز اخصص حد. الزمالك سيء جدا، شوف بيخلص ومعتمد جمال بنحط في مأزق كبير جدا 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 جدا. والله العظيم كتر خير معتمد جمال يا عم، المسحرات مش وقته مش ساعه الحلقه يعني تيجي تخبر. المهم بص بقى يا سيدي، زعلان جدا من شحاته لان الزمالك بعدها استباح. الاتحاد لعب 45 دقيقه، اقسم بالله 45 دقيقه انا حاطط على كده طول الماتش كده عمال هوب هوب وسقف وخلاص. فالزمالك النهارده ليه؟ وخلي بالك انا مش بقول لك الماتش مش صعب ومش بقول لك ان الزمالك فرحان بالثلاث نقاط، لكن انا ليه هلبس ساعه خايف؟ انت النهارده عندك مرقعه من عدي الدباغ، من بزيره، من كذا لعيب في الملعب، من ضمنهم حتى احمد ربيع، حتى المعلم حسام عبد المجيد. اقول لك حته بقى محمود ده من حسام عبد المجيد، الباك اليمين المحترم محمد ربيع كان مقدم ماتش كويس برضه، لا قد كده. فحسام كل مره يرفع له الكوره يا عاليه عنه في الاول يلبس بسببها اي حاجه وتبقى هجمه مرتده على الزمالك. ايه يا عم حسام حرام عليك والله. الزمالك في الشوط الثاني
والله العظيم الاتحاد يقدر يكسب وهو احسن، والثلاث نقط وحرام جمهور الاتحاد واحد زعلان، بقول لك بامانه. لكن انا برضه فرحان بالثلاث نقاط. انا بص يا صاحبي اقول لك على حاجه، في فرق ان انا اقول لك الحقيقه، فرق ان اكون زملكاوي اقول لك اي كلام، في فرق ان انا بقول لك بما يرضي الله اللي حصل. هل الاتحاد ما شفتوش في الشوط الثاني احسن مليون مره من الزمالك؟ مليون مره. لكن تفكير صحيح، لكن تفكير معتمد جمال في تغييراته بخروج عبد الله سعيد ونزاع طبيعي خلاك اهل لعيب كويس وانا مقتنع بيه قوي. لكن هدوءك النهارده واستعراضك في الملعب ما عجبنيش، والله ما عجبني. انت النهارده خليتني قاعد في 45 دقيقه انا متضايق زعلان متعصب، والله ما عارف اكل، مش عارف اتسحر، مش عارف اعمل اي حاجه، انا مش عارف اعمل اي حاجه منكم لله النهارده. وانا مش عايز اقول غير شابوه لمحمد اسماعيل وشابوه للمهدي سليمان. ويرجع لفيديوهاتي لما قلت لك المهدي هيفيد كتير نادي الزمالك، والمهدي وجوده في نادي الزمالك حاجه كويسه جدا. كورتين اتنين، واحد مع محمد مجدي مكانها الجون، والله مكانها الجون، والكوره الثانيه القفشه والحمد لله انها قفشه لعيب مهاري. تقول لي يا عم الحمد لله، لان لو لعيب عادي بطن رجله على الارض جون. قفشه عايز يحط جون عالمي، بس الحمد لله انها الاسلام جت في زاويته والمساعد مركز. انا النهارده لو تديني رجل المباراه انا ما اعرفش مين خدها بصراحه، ده مهدي سليمان واديه تحيه وبوسه كمان. انا النهارده في ماتش مع عقرب كنت ممكن البس جون. انا مش بقول لك ان الماتش مش مهم ولا الثلاث نقاط مهمين، بس انا خايف. انت قلقتني النهارده ومحمد شحاته، انت هتغيب مباراتين عن الزمالك في ماتشين مهمين، هو انبي وماتش اول ماتش اللي ممكن يكون الاهلي اللي هو هتتلعب، فممكن اول ماتش بين الاول والثاني او بين الاول والثالث. هتبقى كده ملهاش حل غير كده. الدوري ممكن يخلص في البدايات، خلي بالك عشان تبقى عارف، ممكن يخلص في البدايات. معنى انا لو بقيت الاهلي وكسبته هيبقى فرق بين الاهلي 6، هيبقى عندي ماتش مهم جدا مع بيراميدز، كسبته خلاص موضوع الدوري في الدوري في 100 عقبه، الدوري في 100 عقبه. لكن انت النهارده بخسرك في ماتشين مهمين جدا، والله انا لو مكان واحد مسؤول في ذاك لعاقبك ماديا عقوبه تستاهلها، عاقبك عقوبه تستاهلها. لكن النهارده الحمد لله ماتش رخم قوي 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 فوق ما تتخيل، ماتش يما فوق ما تتخيل، قاعد مضغوط على اعصاب. الحمد لله مباراه مهمه. الزمالك كنت كاتب ايه هنا والله استنى، الهزار في انهاء الهجمه. في النهارده في انهاء الهجمه تروح تلاقي مرقعه وعلوئيه، مرقعه وعلوئيه ازيك والله العظيم. كل كوره تروح هناك تيجي على الفينش الاخير ولا كانك عملت اي حاجه، مره من عدي، مره من بزيره، مره مش عارف من مين. في النهايه الزمالك انحط في الحته دي النهارده فرق الثلاث نقط بسبب مهدي سليمان ومحمد اسماعيل بعديه. الحمد لله ماتش يخرم قدام فريق محترم، اتحاد السكندري وتامر مصطفى مدرب كبير كبير كبير، والله مدرب محترم عمل اداء كويس جدا. هانت ماتش واحد انبي خلص بيه الماتش، انا ماتش رخم في استاد زباله، استاد اللي اقول لك عليه امبارح كعرضيه استغفر الله العظيم. يعني انبي فريق بيحاول يقدم كوره، ما اعرفش مدربه بصراحه عشان انا مش متذكر حاليا دلوقتي، لكن الحمد لله مباراه للنسيان. انسى وتلاقي كل ماتش مباراته، انسى اللي حصل كلها ويركنه في جنب، لان الماتشات دي كلها ما هي الا ان انا اخد 3 نقاط. فالمراد النهارده اتحقق، لكن انا خايف، قلقتني خوفتني والله العظيم ما قلقت النهارده زي ما قلت في ماتش بيراميدز. انا كنت قلقان النهارده فوق ما تتخيل من القلق، وكل جمهور الزمالك يتحس بكده. رساله معتمد جمال يا كابتن معتمد، شد عليها دي والله، شد عليا، لان انت داخل مرحله هينكتب اسمك في التاريخ. هتقول لي يا ريس ده دوري يا ابني، ما تبص لظروفه. انا مش عاوز والله الناس بتقعد تشتم في الكومنتات، وقال لك الكومنتات اللي عندي اللي اليوتيوب ما بيعرضهاش اصلا، هتقول والله كنت خارج على الكومنتات دي، ما علينا يعني. لكن دي كومنتات عيال صغيره ولا تاثر فيا، وبطلع اقول اللي في بطني يالا وانا مش بحسبها على حد، ما بخافش من حد. لكن انت النهارده المراد حققت 3 نقط مهمين، عندك ماتش يخرب قدام انبي خلصته، فانا متصدر ده بفرق 3 نقط. وخلي بالك عندك الاهلي ممكن يتعثر هو وبيراميدز، لكن في النهايه الدوري كله في ايدك، زي ما كان الدوري السنه اللي فاتت مع بيراميدز ضيعه بايده برضه بسبب التدخلات والكلام الهبل دي كلها، لان بيراميدز كل كسب كل ماتشاته كان خلاص كسب الدوري. لكن النهارده هيبقى عندي ماتش بعد القرعه هتعمل اكيد مع الثاني او الثالث او الرابع اللي هو اهم 3 ماتشات، سيراميكا الاهلي وبيراميدز. لو كسبت الاهلي في اول ماتش، باستمرار الحاله الوحشه اللي عند الاهلي هيفرق على 6 نقاط. الماتشات الجايه كلها مفيهاش هزار، نقطه من اول السطر. ابدا كل ماتش ده اللي كنت بوجهه بيه او بطالب بيه من زمان. في النهايه دي قناتي، ولو اول مره تشوفني بستلم منك الدعم انك تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس. ما عجبكش كلامي وده في الكومنتات، رايك انت فوق دماغي ويمكن انت تفهم اكتر مني، وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده والسلام.